الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان. هل تعلم أن أول مؤذن في الإسلام أنه بلال الحبشي أو بلال ابن رواح؟ هل تعلم أن أثيوبيا أو أرض الحبشة استقبلت السعوديين؟ هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرض الحبشة هي أرض البركة؟ هل تعلم أن النجاشي استقبل أهل القريش وجعلهم يترزقون ويعملون هنا؟ هل تعلم أن كانوا مهاجرين الرسول صلى الله عليه وسلم يعيشون هنا معززين مكرمين؟ إلى الآن كل سعودي أو أي من الخليج العربي يعيش هنا في أثيوبيا. هل تعلم أن أثيوبيا بلد خضراء غنية بكل حاجة؟ هل تعلم يا من ظلمنا ويا من سجننا ويا من منعنا الأكل والشرب، هل تعلم أن أثيوبيا غنية وما تبغى منك أي حاجة؟ هل تعلم أول رئيس هايلا سلاسي أعطى هدية للملك عبد العزيز سيارة لأول مرة في السعودية؟ جاب لهم الملك هايلا سلاسي سيارة هدية للملك عبد العزيز. هل تعلم أن أثيوبيا هي من ملكت أقاليم كثيرة؟ هل تعلم أثيوبيا عندها أكثر من 80 لغة؟ هل تعلم يا جماعة أثيوبيا بلد الإسلام؟ هل تعلم أثيوبيا بلد قوية في الإسلام؟ هل تعلم أثيوبيا من تسبق العرب في أخذ الإسلام، في تقبل الرسالة؟ هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال لها هي أرض البركة برسالته الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال اذهبوا إلى الحبشة، الحبشة أرض البركة. الله عيشنا في واحد، خلقنا بني آدم، ولكن فرقتمونا قلت لنا العرب وبين العجم، ولكن نحن واحد. كل من قال لا إله إلا الله واحد. اتقوا الله في الأثيوبيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأخت حنان محمد من أثيوبيا، من مواليد المملكة العربية السعودية. عندي رسالة قصيرة للملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان. الأمور التي كنت أريد أن أتكلم اليوم خصوصا عن سجناء الأثيوبيين. سجناء الأثيوبيين منهم أطفال وأولاد وشاب وشابة، أم، عجوز، وكل واحد منهم. والشيء المخزي هو أنه في تعذيب وتقصير من الأكل والشرب وتقصير من أخذ المستشفيات الأدوية. هذا كله المملكة العربية السعودية أرضها كل نعمة، ونعرف هذا الكل. بس زمن الإنسان سواء كان عجما أو عربا هو إنسان في نظر الله سبحانه وتعالى، ولكن أنتم فرقتم بيننا، ولكن الله سبحانه وتعالى جمعنا في بعض. هذه أرض الحبشة، أرض الحبشة خضراء جميلة، ولكن ظننتم أننا فقراء ونتمنى منكم أو نشرد منكم أو نسأل أياديكم. ولكن الأثيوبيين أم الشعب الحبشي يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك مشاكل وحرب بين القريشيين بأنهم لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إرسال المهاجرين إلى أرض الحبشة، ولكن الملك النجاشي استقبلهم استقبال ضيف كأنهم جاءوا من بلاد الملوك، بل هم نجوا من البلاء، وجعلهم يعملون، يتعززون، يشتغلون، يترزقون في هذه الأرض، أرض الحبشة. ولكن أنتم نزلتم شرفنا، شرف الإنسان لله سبحانه وتعالى. الله خلقنا حسن الخلق، هو أننا نحن بني آدم، أولاد آدم وأولاد حواء. لم تنظرونا في هذه النظر، بل نظرتمونا بنظر الكلب، وهذا الشيء يؤدي للبلاء. يا جماعة اتقوا الله في الحبشيين، اتقوا الله في كل أجنبي يأتي إلى بلدكم. السجناء الأثيوبيين منهم يموتون ومنهم يتوفون. الذين يتوفون هو بسبب الجوع والظمأ
تقصير من الأدوية وبدون ملاقاة أي شفاء لمرضهم. يا جماعة، طبعا الكبراء ممكن يتحملوا، والأولاد الصغار الأطفال يبغى لهم أكل شرب حليب للصغار. هذه كل الأرض ربنا أعطاكم كل حاجة، أنتم طمعتم ما تعطوا هذا الشيء للحبشية. انظروا المتوفين السجناء الذي هناك يبكون، والله في أرضهم كانوا يريدون أن يشتغلوا. كما أنتم جئتم لتلجأوا لنا، جاءوا لجأوا عندكم، سواء مخالفين سواء غير مخالفين، أي إقامة بدون إقامة. وهذا الشيء أنتم لم تتقبلوا هذا ولم ترحموا الإنسان. صحيح إنهم مخالفين وأنهم ضد الحكومة الذين يعيشون بدون الإقامة، صحيح، أنا لا أعترض هذا الشيء، أعترض التعذيب الذي في السجن. هل منكم أحد واحد سعودي يتعذب بهذا الشكل تتحملون هذا الشيء؟ أنتم لم تعطوا قيمة للأجنبيين الذين يسكنون في السعودية، وليس ذلك، نحن من مواليدها، اتربينا فيها وتعززنا فيها، ولكن لم نلاقي منها قيمة. أخرجتمونا وقلتوا لنا اذهبوا إلى بلدكم. والله الخرجة خرجة شرف هي أحلى، ولكن أخرجتمونا خرجة سافلة. الله سبحانه وتعالى رحيم، من رحمته خلق الإنسان، وأنتم لم ترحموا الإنسان. إيش السبب؟ السبب أنه واحد أجنبي جاء بلدكم يشتغل. حرام يشتغل في بلدكم؟ لا. حرام يتزرزق في بلدكم؟ لا، لأن كل أرض واسعة، أيادي الله واسعة يا جماعة. شوفوا كل حاجة بكل فكرة واسعة. انتبهوا، هذا التعذيب بعدد الموتى، بعدد المتوفين في السجن. أولا حرارة السعودية ما يخليك تنام بدون مكيف، بدون أي شيء، لا مكيف، لا أكل، لا شرب، لا مستشفيات. حرام عليكم، اتقوا الله في كل أجنبي يعيش عندكم. تعذيب، تقتيل، قتل الإنسان. يا جماعة لازم تختفرون بأنكم مسلمين، وأن المسلم واحد. يا جماعة إيش هذه العنصرية كلها؟ من وين جاءت هذه العنصرية؟ من وين جاء هذا الكل النفق؟ تراحموا يا شعب السعودي، ارحموا كل واحد، ترحم واحد يرحمك الله ألف. كلكم لما تشوفون هذا الشيء، لما تشوفون هذا الفيديو، صحيح ممكن الشعب السعودي يزعل مني، ولكن الحق واضحة زي الشمس. وأنا أوضح اليوم شيء واحد، ممكن من أكثر 3000 حبشي مسجون في السعودية، في الرياض، في جدة، الشميسي، وأحيانا بأوراق كذبة ينتقلون إلى مستشفى المجانين، يعملون عندكم، يخدمونكم، لا طبعا يغسلون حمامكم، ولكن ما أعطيتهم هذا الشرف. يا جماعة اتقوا الله في الحبشيين، في الأجنبيين، لأنه السعودي والأثيوبي عنده عشرة كبيرة، يتعاشر، كلنا بني آدم. اتفهموا هذا الشيء، شيلوا العنصرية في أفكاركم. أنا سؤالي الواحد هو إنه يحرر كل أثيوبي محبوس، سواء كان أثيوبي، سواء كان خارج أثيوبيين أو فلبينيين أو باكستانيين، سواء أيا كان، تحررهم، تجعلهم يدخلون في بلدهم يترزقون. الفقر يا جماعة ما نوع عيب، الفقر ما نوع عيب، العيب هو إنك ما زال تشتغل ولكن ما تقدر تشتغل. هذا الشيء يؤدي للبلاء. بالأمس شفنا مكة نزل عليها مطر وبرد، إيش تظنون هذا الشيء؟ هذا والله بلاء من الله سبحانه وتعالى، يوريكم غضبه للظالمين، وأما للتقيين يجعلهم توابين. توبوا إلى الله، ظلمتمونا، سجنتوا كل شعبي أثيوبي،
كل شعب حبشي مسجون عندكم. والله والله لو دخلوا بلدهم أوسع رزق البلد الحبشة موجودة هنا. أنا رسالتي تخصيصا للولي العهد محمد بن سلمان يحرر كل سجين وسجينة مسجونين في الشميسي، مسجونين في أي مكان في السعودية في أي منطقة. كفاية بس stop push Ethiopians. كفاية هنا خلاص.